بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم وأرحب بكم معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي هلا سألوا، هذا البرنامج الذي يعنى بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات. نرحب بالجميع من يتواصلون معنا داخل الوطن ومن يتواصلون معنا كذلك خارجه، وأرحب بصاحب الفضيلة الدكتور سعيد بويزري معنا في هذا اللقاء. فحياك الله شيخنا سعيد، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. صحيح. أحبة الإيمان مشاهدينا الكرام، الإسلام دين تربية للملكات والفضائل والكمالات، وهو يعتبر المسلم تلميذا ملازما في مدرسة الحياة، دائما فيها دائبا عليها، وامتحانات الإسلام متجلية في هذه الشعائر المفروضة على المسلم وما فيها من تكاليف دقيقة. ففي كل فريضة من فرائض الإسلام امتحان لأهل الإيمان وامتحان للمسلم لعقله وإرادته. ومن أعظم هذه الاختبارات مدرسة الصيام وتهذيبها للنفس والروح. دكتور سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم كريم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الاستثمارات في الطاعات والقربات والباقية الصالحات فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم. أكيد أخي محمد صالح، والمدرسة الصيام مدرسة نتعلم منها الكثير، ومن الدروس الكبرى التي نتعلمها ما له علاقة مباشرة بالنفس. والنفس كما يعلم الجميع خلقها خالقها، وقال في آية القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد ذلك تأتي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا شك أن من زكى النفس كان الفلاح له نصيبه. ومن ضيع نفسه خاب وخسر وندم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه النفس لابد أن نقف عندها وقفة. سألني شخص منذ 3 أيام تقريبا عن علم النفس، يعني فطبعا الجواب علم النفس حاجة مليحة، علم كسائر العلوم، من العلوم القائمة، ولكن لابد أن نقرأ علم النفس وفق ديننا وفلسفتنا وحضارتنا وأفكارنا وثقافتنا. يعني هذا من العلوم التي لا يتوسع فيها. نعم، بارك الله فيك. لو أتينا بالنظريات الغربية الإيطالية الأمريكية الألمانية ونطبقها على الشعب المسلم مثلا، يعني خطأ، سنجد الحرج شديد. لذلك هذا العلم العلوم الطيبة جدا المطلوبة الآن، لأن النفس الآن تتعرض لألوان من الدمار، لألوان من العدوان، لألوان من السقوط. نعم. لذلك نحتاج فعلا إلى تزكية. والحياة معقدة، وبتعقد الحياة والحياة المعقدة أفرزت جملة من الهموم، جملة من المشكلات والعقبات التي لم تكن عند أجدادنا مثلا، أليس كذلك؟ نعم. لذلك كلما تعقدت الحياة تعقدت حتى الأمراض الناجمة عنها. ونحتاج فعلا إلى علم نفس، ولكن ينطلق من هذه المنطلقات. ويكفي أن نذكر هذه الآية مثلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. نبينا صلى الله عليه وسلم من وظائفه في رسالته الكبرى تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كاين تعليم، نعم. تعليم ينصرف إلى الرؤوس، وكاين تزكية تنصرف إلى النفوس. إذا عودنا إلى التاريخ في بداية الخلق، أول جريمة وقعت بسبب النفس. نعم. معنى النفس قدر توصل الإنسان إلى ارتكاب الجرائم، من ارتكاب الحماقات،
إلى ارتكاب ألوان من إن لم يحقق لها رغبتها. نعم. لم يحقق لها رغبتها. طبعا الإشارة إلى قصة قابيل وهابيل. نعم. ابني آدم كما يروي فطوعت له نفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه هذا الشاهد في الآية. سبحان الله. يعني مباشرة القرآن الكريم دار تشخيص مباشر، بين سبب الخلل. أين الخلل؟ منطلق الجريمة. منطلق الجريمة، وكانت أول جريمة ترتكب فوق الأرض. لذلك هذا قابيل سن الجريمة، والآن الجرائم ترتكب بشكل فظيع للأسف الشديد. فطوعت له نفسه قتل أخيه، مش قتل عدوه. يعني شوف القرآن كيف يحكي هذا الأمر، قال قتل أخيه فقتله. ولكن هابيل اللي عنده نفس مهذبة كان له موقف آخر. قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما قالوش أنا خايف منك، ولا قال إني أخاف الله رب العالمين. قصة إخوة يوسف أيضا حينما رجعوا في المساء وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهب نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وبعدين واش قالوا في الأخير؟ قال الوالد، قال يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذا نحن في حاجة ماسة إلى تزكية النفوس، ونستثمر هذا الشهر المبارك، هذه المدرسة العظيمة، هذه المدرسة الجليلة، مدرسة الصيام، لنتعلم كيف نزكي أنفسنا. فبصيامنا وبصيامنا إيمان واحتساب كما ورد في الأحاديث الكثيرة، وباحترام آداب الصيام ومقومات الصيام وقواعد الصيام، يقينا النفوس ستزكى وتتزكى. لذلك مدرسة الصيام مدرسة جليلة جدا، تربي أنفسنا على الطاعات والتخلص من المألوفات ومن العادات السيئة، وتربي أنفسنا أيضا على اكتساب العادات الحسنة، وما يرفعنا ولا يضعنا وما يعزنا ولا يذلنا. هذه هي النفس البشرية قال عنها الإمام البوصيري في بردته: وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذن ربي جاب هذه الآيات بعد قسم تقريبا الآية 9 كي قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شهر رمضان مدرسة جليلة لابد أن تستثمر في تزكية النفوس. نعم. شكر الله لك دكتور سعيد على هذا البيان لهذا الموضوع، وعلى بركة الله نبدأ في الأسئلة. ومع الأسئلة الواردة، أول سؤال سليم انتبازة يسأل عن كيفية الاستخلاف في الصلاة، كيف تكون هذه أو كيف يكون الاستخلاف في الصلاة بالنسبة للمأموم؟ نعم، هذه من المسائل الفقهية المهمة جدا التي نحتاج إليها في صلواتنا الجماعية. طيب الإنسان إذا كان يعني حدث له حدث يعني وهو يصلي، طبعا يقطع صلاته ثم يجد وضوءه، ولكن بالنسبة للإمام هنا محل السؤال. طبعا الإمام يصلي بالناس. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا لا نكبر حتى يكبر، ولا نركع حتى يركع، ولا نسجد حتى يسجد، وهكذا. المأمومون يتبعون الإمام في جميع الأقوال والحركات. طيب، ولكن قد يطرأ على الإمام طارئ. لا طبعا طوارئ موجودة يعني، وأسباب موجودة تاع الاستخلاف، منها أنه يخاف على طفل صغير مثلا من الأذى، أو خسر له الوضوء كما يقولوا، يعني الوضوء نتاعو أصبح يعني فسد وضوء مثلا. ماذا يصنع هنا؟ هل يكمل الصلاة بالناس إماما بدعوى أنه يستحي أن يترك مقامه ويستخلف غيره، أو يستنيب أو ينيب غيره؟ الجواب لا. هذه الاعتبارات لا وزن لها في الشريعة، إذ لا تصح الصلاة إلا بوضوء. طيب، ماذا يصنع هنا؟ الكيفية، مدام السؤال عن الكيفية الأخ سليم، نقول لك يا الأخ سليم: الإمام ينيب من أو يستنيب من يستخلف من كان خلفه أقرب مصلي إليه مكانا. يعني أقرب إليه ماشي يحوس على واحد في الصف الثالث أو الرابع أو الخامس بدعوى أنه يفقه، لا،
لازم اللي يكون قريب له مباشرة، يعني يدير إشارة يفهم منها، لذلك نفتح قوس، لذلك الناس يصليوا خلف الإمام هناك طبعا. فضلت دكتور معنا بالخير من الجلفة والعيب من العاصمة. نبدأ معه بالخير من ولاية الجلفة. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. نعم. عندي طفلة صغيرة عندها 13 سنة. أم الخير معنا. ألم في البلوغ. هذه 15 يوم قاع راني مصومتها. أعيدي سؤالك يا أم الخير. أم الخير عاودي لنا السؤال تربحي. عندي طفلة عندها 13 سنة. بدأت تظهر فيها ألم في البلوغ، فنصومها ما نصومهاش، الحال ما جاهاش. نعم. نعم أم الخير، راك تسمعينا من التلفزيون والرجاء منك أنك تنقصي التلفاز. خلاص. السؤال الثاني. عندي أختي عندها دار. عندها دار؟ عندها دار وخلت ورثة هي لأمها. وش تركت؟ وعندها أخوها من أبيها، هل يورث معها ولا زعما في موتها يورث مع بنتها ولا ما يورث؟ عندها أخ من الأب وزيدي؟ يورث مع بنتها ولا ما يورث؟ هذا وش عندها الورثة؟ هذا بنت وأخ من الأب. والأم لا الأم حية ولا لا؟ لا الأم حية. قلت لك زعما أخوها. لا سمحي لي. والزوجة؟ مش خويا خالي. لا هذه اللي ماتت، هذه امرأة ماتت. خلت أخوها من باباها وخلت بنتها وخلت يمها. لا أخوها وبنتها. خلت أخوها وبنتها فقط. ما كانش وارث واحد آخر. زوج ما كانش زوج، ما كانش. لا نعم. ربي يرحمها إن شاء الله. إن شاء الله. ومالك. نعم. تسمعي الجواب بعد حين إن شاء الله. إذا إلى العيب من العاصمة. السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا يا العيب. رمضان كريم شيخ. أهلا وسهلا. الله يحفظكم إن شاء الله. رمضان كريم شيخ. عندي سؤال الأول على إنسان في هذا الشهر رمضان المكرم، إنسان كل العام كاع ناكلوا الشهر هذا، الناس بعض الناس يبدلوا هذا شهر عبادة ماشي شهر أكل. الأكل تاكل شوية، بس هذا شهر الرحمة، شهر البركة، شهر القرآن، شهر المغفرة. لازم الإنسان الفرصة هذه ما تحلوش. واضح. هذا سؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ، إنسان في هذا المناسبة تاع رمضان إنسان يزور خوه كان بعض الناس تحقد بعضهم بعض، شغل ما يتعذروش، وهذه العواشي والأمور لازم الإنسان المؤمن يدير الصلح بين خوه. نعم. بارك الله فيكم شيخ. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. شكرا. نعم. إذا نكمل مع أخونا سليم التفاصيل. إذا قل الاستخلاف هو إنابة الإمام في الصلاة، في إكمال الصلاة، حيث توقف الإمام إذا طرأ عليه طارئ من الطوارئ التي تسمح له بمغادرة مقامه واستخلاف أقرب المصلين إليه مكانا. أقرب المصلين. تحية للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا. إذا دكتور سعيد نواصل مع أخونا سليم انتفاضة وعن كيفية الاستخلاف في الصلاة. نعم. قلنا إذن باختصار الاستخلاف هو إنابة الإمام في إتمام الصلاة إذا طرأ عليه طارئ يسمح له بمغادرة مقامه في المحراب، مغادرة مقامه كإمام للمأمومين، وينبه أقرب المصلين إليه مكانا ليستخلفه ليقوم مقامه ويكمل حيث وصل يعني في الصلاة. إذا كان صلى الركعة الأولى مثلا أرفع الركعة الثانية وبعدين يفصل الوضوء مثلا، يغادر ويستخلف أحد الناس المصلين يعني القريبين إليه مكانا. لذلك فتحنا قوس مهم، قلنا ماذا بيك اللي يصلي في الصف الأول يكون عندهم فقه الصلاة، لأنه ممكن إذا كان واحد مثلا نفترض جدلا أن واحد يستخلفه الإمام وهو لا يعرف هذه الأمور، يجره وهو رافض له، ممكن يكون هناك إشكال كبير في الصلاة. ولكن في حاجة مهمة أنبه لها، أنه ليس شرطا أن ينبه إلى ذلك الإمام. ممكن الإمام يسقط مثلا، كان مريض وسقط مباشرة، هنا المأموم من تلقاء نفسه يقوم مقام الإمام. نعم. يستخلفه مباشرة دون يعني من تلقاء نفسه. شوف الإمام طاح سقط أو مات ربما، يعني كل هذا وارد يعني،
لذلك معليش نذكروا قصة من تاريخ عمر بن الخطاب. النهار اللي طوعين وهو في المحراب، شهيد المحراب، في الركعة الأولى من صلاة الصبح، شكون اللي قام مقامه؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. هذا هو الجواب يا أخي سليم. وقال هل صلى المسلمون الصبح؟ الله يعني لما أخذوه ونقلوه سأل عن صلاة الصبح، الصلاة عن صلاة رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيك. دكتور مريم من باتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. عندي خويا سؤال للشيخ من فضلك. تفضلي يا مريم. سؤالين في الحقيقة. نعم مرحبا. السؤال الأول عندي، أنا نصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. نعم. اليوم بما أننا في صلاة التراويح، الإمام كما نصلي في صلاة العشاء مباشرة يقوم في صلاة التراويح، يعني الركعتين تاوعي تبقى لي أسكن نصليها بعد التراويح ولا نصليها ولا نتركها؟ أنت تكوني صليتي الوتر مع الإمام؟ ايه صليت الشفع والوتر مع الإمام، تبقى لي الركعتين تاع النافلة اللي مولفان نصليهم. نعم. طيب شيخ واضح تماما واضح. وعندي سؤال آخر. نعم. شوف الأخ عندنا واحد الأب كان توفى رحمه الله رحمة الله عليه، وترك بيت، يعني الدار تاع الأب. نعم. دروك بعد الوفاة تاع الأب، الأم كانت حية على قيد الحياة رحمها الله، الآن توفات، ولكن الأخ نتاعي وهو ماشي الأكبر، الأخ الوسط، نعم. كانت الأم نتاعي راحت لعنده، قعدت البيت نتاع الوالد بقى مغلوق. نعم. واصلي يا مريم. بقى مغلوق. كي بقى مغلوق جات الوالدة رحمها الله قالت لنا خصكم تكتبوا لهذا الدار لخوكم، يعني اللي كانت قاعدة عنده، رغم أنه ميسور الحال، عنده البيت نتاعو شخصي وعنده الأولاد نتاعه، كل واحد عنده البيت نتاعه، يعني داره هو الوحدة. نعم. فهمني الشيخ؟ نعم. والآن بعد هذا كان واحد الأخ رفض الشيء اللي قالته الوالدة، رفضه، قال لا ما لازمش نكتبه، وقعد الحال على هكاك، يعني ما كتبنا ما تمشي الكتبة. فهمني؟ نعم. هذا أخوك الثاني رفض هذه الكتابة. الفكرة تاع الوالدة اللي قالت نكتب على الوسط تاع الأخ الأوسط. نعم واضح يا مريم. باختصار فقط حتى ودروك الآن بقى الحال يعني ما تمشي الكتبة، ما تمشي، وتوفات الوالدة، والآن البيت مازال ما نباعش. دروك الأخ هذا اللي كانت الوالدة قالت له باش نكتب لك الدار هذه، راه قال بلي شمتوني صارت في الحياة تاع الأم، قلتوا نكتب لكم، وعم بعد قلتوا لا، وراه شوية واحد النزاع بيناتنا، من فضلك. نعم واضح يا مريم واضح. هذا بارك الله فيكم. شكرا، مع السلامة. وربي إن شاء الله يجازيكم. آمين إن شاء الله. شكرا صح. مع السلامة. إذا 021 37 42 87 021 37 45 64 نتواصل مع إخواننا وأخواتنا. ومعنا فضيلة من فرنسا. فضيلة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. عندي 3 أسئلة من فضلكم. مرحبا فضيلة، تفضلي. الله يعيشك. حبيت نسقسي، اسمح لي دقيقة برك. ديما دقت لا تيليفزيون. حبيت نسقسي على انايا ومن بعد على بني. تفضلي يا فضيلة. وي ان فيت عندي هنا كنت مريضة صافي 3 ans بليس كو 3 ans، كان عندي مرض الكلى، ومن بعد الطبيب دوك 3 ans كان يقول لي ما تصوميش، بكري كان يقول لي صومي. نعم. ومن بعد 6 سنين ما صمتش، وكي ما صمتش كان يقول لي نو الحاج الوقت ما تقدريش تصومي فيه، ما صمتش 3 سنين. ومن بعد دوكا كنت كي ما نصومش نمد صدقه، يعني على الشهر كنت السنين اللي فاتوا، ودوكا نحك دياليز، يعني دوكا هذا العام ندير في دياليز. نعم. وقال لي دوكا واش سقسيتو على الصيام ولا حبيت ناكد له، قال لي لا ما تقدريش تصومي، قال لي تي با اوبليجي في رمضان. ايا وحبيت نفهم اسكو دوك هاد السنين دوك اللي فاتوا نعاود نصدق نعاود نصومهم، وهذا العام العام فيه ان شاء الله، بس نستنى في لاكريف ان شاء الله. يعني راكي قادرة تصومي دروك؟ نو ما نقدرش نصوم للآن. لازم ندير دياليز، وعندي ناقصني الفيغ، ناقصني لو بلومين روج. نعم. عندي. نعم شفاك الله وعافاك يا ربي. اللهم امين. نعم. سؤال ثاني. نعرف باللي هذوك السنين 6 سنين فاتوا ان شاء الله نعاودهم في الصيام،
لا يوضح لك الشيخ إن شاء الله. السؤال الثاني يا فضيلة من فضلك. السؤال الثاني حبيت يسأله هذا بركة ديالو كان يفدي عليه مانيش نصوم واني خايفة يعني يسكو واش يحكم لي. نعم. والسؤال الثالث عندي بني دار عملية 2-3 جور وقال له الطبيب لازم تاكل في النهار باش تعوض هذاك الجرح هذاك شوية حشات محلول باش يرتاح تمسم. نعم. قالوا له بروتين باش ترتاح. ودوك عنده 4 أيام 5 أيام وفاطر. اسكو يقدر يفطر ولا نصوموا؟ عنده دي فاتهم. نعم واضح يا فضيلة. ما كان. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. مع السلامة سيدي الكريم. مع السلامة. معنا فريدة من تبازا. نعم يا فريدة. نعم. تفضلي اختي. مساء النور. هذه المرة الأولى محمد اسمح لي. تفضلي. هذه المرة الأولى اتصلت بكم ولا هذه المرة لاحظت. الله يبارك. وثاني الحظ بصح حبيت نشارك برك هل من الممكن ولا لا؟ تفضلي اختي. نعم. نشارك معليش. تفضلي. عيط الحصة تاع مفاتيح وما حكمتهمش راهي ملي بدا رمضان ما حكمتش بصح مع الشيخ بويزري ان شاء الله اليوم الى وثاني الحظ نهضر معاه ان شاء الله اليوم نهضر معاكم. هاو يتكلم معك هو. صحة والله من اليوم ما التقى سيدنا آدم عليه السلام ويمنا حواء من جبل لجبل كان أول يوم تلاقوا سيدنا آدم مع حواء وكان هو في جبل وهي في جبل استانس بها سيدنا آدم استانس بحواء وكان كان المهر تاعها نزل ليه جبريل عليه السلام قال له لا تلمسها يا آدم حتى تؤذي مهرها وكان بسم الله هي بالبداية وإن شاء الله نصوم رمضان بسم الله ويتوسط علينا بسم الله ويخلص علينا بسم الله ونتلاقى بمولانا بسم الله وإن شاء الله يا ربي ربي كثر الخير في البلاد وإن شاء الله ربي يجعلنا من عباده الصالحين يا ربي. بارك الله فيك. ربي يجعلنا من اللي يرثوا الأرض يا ربي إن شاء الله. موعظة بالغة إن شاء الله. يا شيخ الصبر هو والصبر داروا ربي قال له يا ربي خلقتهم كاع زوج كاع أزواج خلقت العينين كيف خلقت النيف كيف خلقت الفم كيف غير أنا خلقتني وحدي اليدين كيف الرجلين كيف قال له روح أنا وأنت واحد وإن شاء الله نكونوا من أهلي الصبر وإن شاء الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بلادنا تسد من بعد. بارك الله فيك. مبارك يا أختي فريدة. بارك الله فيك. بالله يا ناس ما تشركوش بربي راهو الشرك ماشي مليح. نعم. الناس يروحوا فريدة عذرينا يا فريدة أختي. فريدة اسمحي لي فريدة. ربي هو سيدي ربي هو العظيم. فريدة اسمعيني. هو اللي قدرنا هو اللي يجبرنا هو اللي يغفر لنا ذنوبنا. يا فريدة فيه يا أختي فريدة فيه ناس على الخط والله تنتظر وانقطعت كم من مكالمة يعني لو كان الفضاء أوسع والله كنا نسمعوك لآخر كلامك ولكن معذرة اسمحي لي أختي لأن فيه ناس تتصل والله حيران على صومها وحيران على مسائل دينها نسمع لها. شكرا جزيلا أختي فريدة. عزة من عنابة. نعم. ونعتذر لي حنان من جيجل وفريدة من تبازا. عزة من عنابة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يقدركم على هذا الحصة يا رب العالمين. حبيت نسق فيك برك. أنا خطيبي مات السنة اللي فاتت رحمة الله عليه. صافي هو مات صايم وكان اللي مات اللي فات فيهم اثنين وخميس وساعات يصلي وساعات يحبس. نعم. وقبل العام اللي فات كانت عندي شوية مشاكل في الدار كان ساعات يروح يقعد هكذا وحده ويشرب. صافي ربي عطاله حسن الخاتمة. أنا بالنسبة لك يعني ربي يسامحه على الحوايج هذه اللي دارها. إن شاء الله يا ربي ولانا أنا. وقبل ما يموت هو كان يوصي أمي كان على باله بروحه رايح يموت بقى يوصي فيا في حاجات. نعم. وآخرتها إنه وصاني قال لي نوكل عليك ربي كنت تزوجي بواحد آخر وتخليني نتعذب في الآخرة. قال لي نطلب منك ما تتزوجيش لا في الدنيا لا في الآخرة باش نتلاقاو عند ربي إن شاء الله. عقد عليك ولا خاطبك فقط؟ لا مش عاقدين. كان العقد تاعنا بعد رمضان وربي يبدا امانته. نعم ربي يرحمه ان شاء الله يا عزة ولكن نعطيوك التوجيه الشرعي في انا حابه يعني صافي عنده معزه كبيره. نعم. حابه نكون نتبع كلامه وما نغضبش ربي من جهه واحده اخرى.
احنا نقول لك يحشر المرء مع من أحب إن شاء الله، تكون يحشرك الله معه في الجنة إن شاء الله. ولكن أمر الدنيا خلاف أمر الآخرة. ويعني زعما كنا نتبع صافي الكلام وندير صافي اسكو راح نتلاقاه صح في الآخرة ولا لا؟ يفهمك الشيخ إن شاء الله. يفهمك الشيخ في هذه القضية. والله ما سمعتك. الشيخ إن شاء الله راح يفهمك في هذه القضية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا عزة. رحمة الله عليه إن شاء الله. ربي يلحقه بالصالحين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أم محمد معنا على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم محمد عندي سؤال. تفضلي. عندنا زوجتنا نقصي التلفاز، نقصي التلفاز يا أم محمد، نقصي التلفاز اللي أمامك. وأعطينا سؤالك باختصار يا أم محمد. عندنا زوجة رابطة العدة. نعم. وهي تفقد كان معناها إذا كانت تقدر لا معناها تزيد يوم أو يومين فوق العدد تاعها. نعم. وقالوا لنا باللي الملابس اللي رابطة فيهم العدة. وش بيهم؟ أنها ترميهم. صحيح ولا خطأ؟ نعم. شكرا. شكرا أم محمد. مع السلامة سيدة كريمة، بارك الله فيك. إذا نستكمل الأسئلة. الوالدة كريمة من العاصمة سألت عن حكم إمامتها في الصلاة وإقامتها. حكم الإمامة والإقامة. نعم. بالنسبة للنساء يعني. بالنسبة للنساء أولا بالنسبة للإقامة، طبعا المقصود بالإقامة كين الواحد يصلي وقف بين يدي الله عز وجل يقرأ الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الإقامة. الإقامة بالنسبة للنساء مستحبة، يعني إذا كان المرأة دخلت مباشرة في الصلاة تروح تصلي الظهر تقول الله أكبر مباشرة صلاة صحيحة، ولكن الإقامة في حقها مستحبة. الإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله يقول وإذا أقامت الصلاة عن نسبة المرأة فذلك فحسن، إذن فهي مستحبة. أما بالنسبة للإمامة فهي جائزة، حكمها الجواز، بمعنى يجوز لامرأة أن تؤم مجموعة من النساء، يعني نراهم في بيت مثلا واحدة منهم تؤم النساء اللي هي إمام للنساء هذه الإمامة، والإمامة هذه جائزة وصحيحة، كما كانت تؤم أمنا عائشة النساء أحيانا في الصلوات، وكذلك كانت تفعل أمنا أم سلمة. إذن فإمامة النساء جائزة من قبل المرأة. نعم. إلى الأسئلة الواردة للبرنامج. أم الخير من الجلفة سألت عن ابنتها عمرها 13 سنة وظهرت عليها علامات البلوغ إلا الحيض، فهل عليها صوم أو يجب عليها؟ نعم، مادام ظهرت عليها علامات البلوغ تصوم. طبعا احنا في الحصص الأولى يعني قبل بداية رمضان كنا نتحدث عن كيفاش الإسلام يرشدنا إلى تحبيب الصيام للصغار حتى قبل البلوغ، حتى قبل أن تظهر علامة من علامات البلوغ، يتدربون على ذلك ويشجعون ونثني عليهم ونحفزهم ونشجعهم باش هذا الالتزام بهذه الشعيرة العظيمة تكون منذ الصغر فيسهل عليه وينشأ على ذلك ويترعرع. هذا قبل البلوغ، يعني هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، ولكن بعدما تظهر علامة من علامات البلوغ تظل ذمتها مشغولة بالصيام، وواجب الوالدين أنهم ينبهوها باش تصوم. فإذا كانت غير قادرة، خاطر بعض البنات ربما وصلت عندها علامة من علامات البلوغ لكن جسديا عاجزة لا تستطيع، هنا يعني تصوم بقدر ما تستطيع، ولكن تقضي تلك الأيام في الأيام الميسورة السهلة وهي أيام الشتاء مثلا. نعم. إذن علامة الحيض ليس يعني نعم لا يشترط الحيض. أختي عندها دار قالت وماتت وعندها أخ من الأب وبنت. نعم. هي تقول أختي يعني
والله هي أخت لأب أيضا أو أختها شقيقة. إيه نعم، لذلك يعني جاب ربي نجاوب بالاحتمالات كامل يعني. نعم. لأنه ربما فهمنا ربما أنه حتى أمها كانت موجودة ثم ماتت. نعم. ربما هكذا، ولكن أعطيه كل الاحتمالات معليش. نعم. الاحتمال الأول يا الأخت أم الخير من الجلفة، إذا كان أختك هذه اللي ماتت وأنت السائلة يعني إذا أنت راكي من الورثة أليس كذلك؟ نعم. نعم، ولكن معلش نجاوبوا الاحتمالات الممكنة. نفترض أن أختك هذه اللي ماتت تركت كما قلتي بنتا وأخا من أبيها، أخوها من بابها هكذا قالت. كيفاش يكون الحل؟ البنت نتاعها ترث النصف، البنت ترث النصف، وأخوها من الأب، هذا أخوها من الأب يرث الباقي تعصيبا، يعني واش بقى قاع يديه النص. لو كذا كانت الدار هذه مثلا عندها 40 متر مربع، 20 متر تروح للبنت بالنصف، والباقي اللي هو 20 متر يروح للأخ الشقيق أو الأخ من الأب هكذا. إذا كان باعوا هذه الدار تبعت مثلا ب 400 مليون، بنتها ترث 200 مليون سنتيم، و200 مليون هذيك الباقي تعصيبا تروح للأخ من جهة الأب. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه تركت بنتها وتركت أختا شقيقة اللي هي أنت مثلا، أنت إذا كانت أختها شقيقة، وتركت أخا من جهة الأب. هنا ركزي معايا مليح، البنت ترث النصف لانفرادها وعدم وجود معصب، تدي النص، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا باعتبارها عاصبة مع الغير، يعني مع الفرع الوارث المؤنث، بمعنى تكون في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا، بمعنى ترث ما يرثه الأخ الشقيق وتحجب ما تحجبه ما يحجبه الأخ الشقيق. نعود، هذه مسألة شوية دقيقة. الأخت أم الخير ركزي معايا. إذا كان معليش نختم الورقة. نعم. محمد إن شاء الله المخرج ولا يسجل الكاميرا ولا مش عارف شو نعم. يسجل، يعني خلات بنت وخلات أخت شقيقة وخلات أخ من جهة من الأب هكذا. هذه البنت ترث النصف، نصف الميراث. ربي قال وإن كانت واحدة فلها النصف لانفرادها وعدم وجود معصب، راهي وحدها. نعم. وما كاينش هناك معصب، شكون اللي عصبها؟ هو الابن. نعم. طيب، هاي تظهر على الشاشة. والأخت الشقيقة هذه ترث الباقي تعصيبا. علاه؟ لأنها تعصبت مع الفرع الوارث المؤنث، يعني تعصبت مع البنت. يجعلوا البنات مع الأخوات. نعم. عاصبات، فصارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا، ولات إذن الأخت الشقيقة كأنها أخ شقيق. نعم. والأخ من جهة الأب هنا محجوب. يولي محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة التي تعصبت مع البنت، فصارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا، ولأن الأقرب يحجب الأبعد. والأقرب يحجب الأبعد. الأخ الأب هذا إذن ما يدي ولا شيء، لا شيء. نعم. ولكن لو كان ما تكونش الأخت شقيقة، لا، كما قلنا في الاحتمال الأول يصعد. نعم. البنت ترث النصف والباقي تعصيبا يرثه الأخ من جهة الأب باعتباره عاصبا بالنفس. نعم. في وجود الأم، إذا وجدت الأم، بارك الله فيك. نعم. إذا وجدت الأم، فمع وجود الأخ من جهة الأب فقط ترث الثلث. نعم. ترث الثلث 1/3، والباقي لازم يكون مجموعة من الإخوة. لازم يكون مجموعة من الإخوة باش ترث السدس. نعم. إذن نعطيه الاحتمال أن هناك بنت، هناك أم، هناك أخ من جهة الأب. البنت ترث النصف والأم ترث الثلث والباقي يؤول إلى الأخ من جهة الأب. نعم. أما إذا كان البنت والأم والأخت الشقيقة والأخ من جهة الأب، تبدل الفريضة. البنت ترث النصف دائما صاحبة فرض، الأم ترث السدس لوجود جمع من الإخوة مطلقا، سواء كانوا ذكور لا إناث ولا مختلطين. هنا كان أخت الشقيقة وكان أخ من جهة الأب، فبالتالي إذن ترث السدس. والأخت الشقيقة ترث
الباقي تعصيبا باعتبارها عاصبة مع الغير، مع الفرع الوارث المورث مع البنت، ترث مثل الأخ الشقيق. أما الأخ من جهة الأب في هذه الحالة أيضا يحجب حجب حرمان. إذا يرث في حالة واحدة، يرث في حالة واحدة إذا كان البنت فقط. نعم. اللي خلات أختك، وهي كما طرحت سؤالها قالت أب وترك بنت وأخ لأب، إذا كانت بهذه الصورة بهذه الصورة البنت عندها النصف والأخ من جهة الأب يدي الباقي. نعم. هذه الاحتمالات إذا كانت الفريضة على خلاف ما ذكرت، لأنه الأخ محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا طرح مسائل الميراث أحيانا يصعب على الناس. نعم. باش يطرح لك مسائل الميراث. هي المفروض من الناحية المنهجية مباشرة نقول مات فلان وترك، في الوقت اللي مات هو شكون اللي بقى. نعم. خاطر ممكن بعد نهار نهارين بعد شهر شهرين يموت آخر، يموت أحد الورثة، وهذا لا يؤثر في الفريضة. لا يؤثر في الفريضة، لأن هذا كاين الاستصحاب في الفقه الإسلامي في الشريعة الإسلامية، نستصحب حياة في هذاك الوقت، نقولوا شحال اللي كانوا حيين في هذاك الوقت نديروا الفريضة في ضوء ذلك. وإذا كان ماتوا أكثر نزيدوا نطبقوا قواعد المناسخات في علم الفرائض، وهي قواعد حلوة ولكنها معقدة قليلا. نعم. بارك الله فيك. نعم. دكتور، إلى السؤال الموالي، العيب من العاصمة ومسألة التبذير في الأكل في شهر رمضان الكريم. والله يا سي العايب جزاك الله خير، دائما هو يهتم بإثارة هذه القضايا. نعم. لتهم المسلمين والموضوعات جميعا، وهذه موضوعات مهمة. سي العايب ربي يحفظك أخويا. هذا الناس واش نقولوا احنا، يعني يا ريت انه واحد الصيام ذكرنا كما قال اخي محمد صالح في بدايه اللقاء، الصيام مدرسه. نعم. اذا كان واحد يعني ما يغلبش نفسه، الشيء اللي تشوفوا عينه، ما اشتهيتم اشتريتم، كلما اشتهيتم اشتريتم. اللي يدور في السوق اذا كان الخبز يجيب 5 ولا 6 كاليتيوات. نعم. اذا فريك معليش نحبه، معليش هذه ما فريك نحبه. إذا كان يعني ينوع وفي الأخير ما ياكلش البطن نتاعو. هي ننبه أنفسنا والسادة المشاهدين، نقول لهم البطن نتاعنا في شعبان هي في رمضان لم تتغير. لذلك التبذير موش مليح. يكفي أن نذكر قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وملح الاقتصاد في كل شيء. التبذير ليس معناه رمي الأكل فقط. نعم. حتى الأكل حد التخمة، الإفراط في المباحات، الاستهلاك في استهلاكها. لذلك هذه من العوامل يعني غلاء الأسعار. لكن ما نلوموش فقط التجار، نلوموا أنفسنا أيضا. عمر بن الخطاب كي شكوا له قالوا راهي الدعوة غالية وكذا، قال رخصوها بالترك. الأسعار في أول الشهر خلاف الأسعار في آخر الشهر. الآن الأمور متزنة والحمد لله. هذا وردنا على سؤالك الأول. نعم. القطيعة بين الأرحام في شهر رمضان هذه كارثة أخرى جدا. أولا واش نقولوا يعني ربي إن شاء الله يهدينا. وهذا سبحان الله، إذا واحد يصوم يا عجبه يبقى الجوع والعطش إلى آخره يغلب نفسه في هذه. أما باش يتصالح مع أخوه ولا مع جاره ولا ما يقدرش يقول لك والو. هذا إلى النهاية إلى يوم القيامة كارثة. ومعنى ما تغلبش على نفسه، معنى أخذته العزة بالإثم، معنى تغلبت عليه نفسه وقبل باش يشاحن أخوه ويعادي أخوه ويأخذ الإثم الكبير. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس يا أخي محمد صالح اعتبروها رجلة، يقول كيف أنا نرجع ليه؟ أبدا والله ما فيه. ولو كان واحد يرجع لواحد آخر أمام التلفزيون أمام العالم كامل، أين الإشكال؟ أين تقول لأخوك ولا لصاحبك ولا لجارك ولا يا أخويا نرجع ليك نغافرك ونسلم عليك ونطلب منك السماح وكذا وكذا، لأنه أنت عندك مراجع. المرجع الأول ربي قال ادفع بالتي هي أحسن. المرجع الثاني ربي يقول في القرآن وقولوا للناس حسنا. المرجع الثالث ربي يقول في القرآن الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. معنى هذه درجة عالية باش تعفو عمن ظلمك. هنا وريني عرض كتافك، هنا مكمل الامتحان، هنا التمحيص، هنا المحك. ربي قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وانك ترقى في درجة أعلى أنك تسمح. بارك الله فيك يا سي العيب، وإن شاء الله يكون التصالح والتسامح في رمضان قبل ما يجي العيد، وفي العيد إن شاء الله يكون تغافر وتصالح تام بين الناس جميعا إن شاء الله. مريم من باتنا سألت عن صلاة ركعتين بعد ما تصلي التراويح والوتر مع الإمام، مواظبة على ركعتين بعد العشاء، هل لها أن تصلي؟ والله يا بنتي واش نقول لك، يعني بارك الله فيك على هذا السلوك اللي راك تأديه. في غير رمضان الله يعينك تصلي صلاة العشاء صلي ركعتين. أما الآن يعني راك تدخل في التراويح
مش الإمام يبدأ بصلاة التراويح وانت راكي تصلي ركعتين ثم وتسمعي القرآن ولا ما تسمعيش ولا كيف يعني. لا ما تخمي في رمضان تقدري تخلي عليها، لأنك تصلي أصلا صلاة التراويح. لو كنت تصلي وحدك في الدار صلي ما استطعتي إلى يعني ذلك بعد صلاة الوتر مع الإمام. بعد صلاة الوتر مع الإمام لا ما تصليش ركعتين، انتهى. إلا إذا كان نمتي مثلا، نمتي ولو أردت أن تقوم أردت أن تقوم بعد ذلك. كاين الناس اللي يصلي شفع الوتر مع الإمام، بعد ذلك يرقد ما تيسر ساعة ساعتين ولا ينوض قبل الفجر أو قبل السحور ويصلي ما تيسر، صلي 2 4 6 ديري هكذا أفضل. صليت شفع وهذا هو المطلوب. يعني ما عندكش حق بعد ما يكمل الإمام تصلي أنت الوتر مع الإمام وبعدين تصلي ركعتين، لا أنت صليت الله يبارك ركعات، يعني راك درتي قيام مع الإمام. نعم. هذا يكفيك يعني والحمد لله. إذا بغيتي الزيادة روحي ترقدي نوضي قبل السحور وصلي واش قدرتي 2 4 6 8 واش قدرتي، وربي يتقبل إن شاء الله. ما تنسيناش في دعائك يا مريم. بالنسبة لهذه التركة اللي تركها الوالد ومن بعد الأم قالت لأولادها أنها تجعل أنهم يجعلوا البيت هذا على الابن اللي كانت هي معه وعايشة معه إلى أن توفاه الله تعالى. الآن الورثة كامل اعترضوا قالوا له لا نجعل هذا البيت على اسمك. عندهم الحق، أنت ميسور الحال عندهم الحق. نعم. يا سبحان الله. يعني ضرك إذا كان خوك، اسمعيني مليح مريم، خوك الأوسط كما قلتي بعد وفاة الوالد دا يماه معاه تعيش معاه، يعني واش نقولوا شكرا، نقولوا يا سعدك انه عندك يماك تعيش معاك. يعني ماهوش معناه عبء ولا شغل من بعض الطالب دونون قال انا ديت يما ولازم الدار، لا ما عندوش الحق. لذلك اما الام هذه حنينه احيانا الامهات بجهلهن بأحكام الشريعة وبغلبة الحنان ورقة القلوب اللي حسن إليها اتمدلو اللي تملك ولا لا تملك. هي لا تملك هذا الدار أصلا باش تمدلو، لا تملك. هذا ميراث يوزع على الورثة طبقا للفريضة الشرعية. إذن أما كونه الآن راه يطالبكم يقول لكم كيفاش في حياتي ما وكذا لا ما عندوش حق يقول هذا الكلام، ما عندوش حق. لذلك خوك الذي اعترض عنده الحق، خاصة أنه هذا الأخ الأوسط راه ميسور الحال، يعني واش يزيد عليه يدي أكثر من حقه. لماذا لا يجوز له أن يأخذ هذه الدار لا بسيف الحياة، يعني يحشمكم ويزير، ولا بالضغط ولا بالإكراه ولا بالشنطاج كل هذا لا يجوز إلا إذا كان بطيب نفس على بسط راحة براحتكم تنازلتوا بلا إكراه. لأن الرضا لا بد أن يكون كما يقول السادة الفقهاء رضا معتبرا من أصحاب الرضا، يعني من أهل الإجازة اللي عندهم الأهلية وإلى أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب، وإلا فلا. لذلك خوكم هذا يحتاج إلى نصيحة، خوك الأوسط يحتاج إلى ما اللي ينصحوا يقولوا يا فلان اتق الله، لازم يكون عندك قناعة، هذا الدار ما تديهاش وحدك، أما يما عندك أجر كي ديتها ربي يجازيك خير، نقطة إلى السطر، أما هذا الدار نديوها كامل على حسب الفريضة نتاع ربي والسلام. نعم، وهذا هو الأصل. فضيلة من فرنسا يعني كانت مريضة وما زالت مريضة بالكلى، تقول لم أكن أصوم وكانت يعني تخرج الإطعام فقط. هل يعني سؤالها هل عليها شيء آخر؟ لا شيء عليها. نعم. أنت مريضة، أنا ركب لي دياليزيا، ركب نعم. تصفية الدم مزمن. يعني باش وصلتي إلى مستوى باش بالمرض نتاع الكلى وبعدين توصلي باش ديري دياليز راكي مريضة، مرض متقدم يعني. مرض متقدم. هو ربي سبحانه يقول من كان منكم مريضا أو على سفر، إذن فعجل من أيام أخرى. بعدين ربي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن المريض حتى يعافى والمسافر حتى يقيم. مادام انت راكي مريضة ويبدو أن المرض تاعك تقدم كثير، نسأل الله لك الشفاء ولسائر مرضى المسلمين. الآن وهي قالت لا أستطيع الصيام، انت ما تصوميش الآن، حافظي على صحتك. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. قدمي الفدية
كما قلت انت صدقة فدية إطعام مسكين عن كل يوم والسلام. وأنت كل صايم كيف عندكم أجر إن شاء الله تعالى. ما تخافي ما والو، اهتمي بصحتك وربي يعافيك. وما تصوميش لأنك راك مريضة، كون تصومي وبعدين المرض هذا يعطل الشفاء أو يعقد المرض نتاعك فأنت آثمة. كوني مع هذه الرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. سؤال موالي لابنها الذي أجرى عملية وأمره الطبيب بالإفطار. يعني هذا الشبل من تلك اللبؤة، نقولوا هكذا سيد محمد صالح. نعم. يعني وليدك ثاني مرض يا عجبة داير عملية جراحية، أو كاين واحد تجرح غير شوية في صبعه هنا وراهم يطلبوا الفتوى يقول لك هل يجوز سال شوية قطرة دم ونعوضها، وانت وليدك داروا عملية جراحية فتحوه دولة عملية جراحية. والجرح يلتئم بالطعام يعني طبعا، والجرح يلتئم بالطعام. قولوا والدواء قول لوليدك ما تمريش ما والو، خليه يفطر براحته، ياكل يفطر ويتناول الدواء نتاعو واعطيه الماكله حلوه الله يبارك والمغذيات مليح والفواكه وخليه ياكل براحته. ان شاء الله يبرى في الشتاء او جاي ايام حلوه خفيفه الله يبارك ربيع المؤمن، ثم بعدما يتعافى ثم ويشفى من مرضه يصوم ايامه ويقضيها فقط، وربي ان شاء الله يشفيه ويعجل بشفاء. نسال الله له الشفاء. فريده من تبازا وعظتنا موعظه جميله يعني. الله يبارك. فريدة من تبازا موعظة جميلة جدا بدأتها من آدم وحواء. نعم. الصبر والشرك والصبر سبحان الله. معيش نقول واحد الكلام على الصبر. نعم. فريدة تروحي الإمام الطبراني روح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام البزار، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان بشهر الصبر. نعم. سماه شهر الصبر. هذا الحديث رواه الإمامان البزار والإمام الطبراني. شهر الصبر حقيقة نتعلم، ودعوة التوحيد. الصبر لله تعالى. الصبر لله إلا الصوم تعالى. فهو لي. نعم فهو لي وأنا معاني يعني معاني لطيفة جدا. هذه موعظة جيدة. بارك الله. أول مرة يكون تدخل مع الأخت فريدة كان تدخل مريح مفيد. نعم. إن شاء الله. عزة من عنابة. عزة أم غزة؟ عزة. عزة. نعم. ندعو لغزة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ربي يرفع ضرهم ربي يرفع ضرهم إن شاء الله. ما هم فيه من الأذى. يا رب يا رب. يا بنتي عزة وش نقول لك يعني سبحان الله العظيم وبحمده. ربي يجازيك على هذه المشاعر، ولكن الشريعة ربي تعرف ايش قال في القرآن. روحي المصحف سورة الجاثية الآية 18. سورة الجاثية الآية 18 اقرأيها تعرف ايش يقول ربي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. علاش جبت لك الآية بالذات؟ معنى ممكن الإنسان بدعوى الحنان والعواطف والأشواق وكذا إلى آخره ممكن يخالف الشريعة ويدخل فيها. أكيد يخالفها. نعم. لذلك نقول لك يا بنتي هذا خطيب نتاعك ربي يرحمه ووسع عليه. هذا رقم واحد. رقم اثنين انت قلتي كان يشرب وكان كذا، ولكن الحمد لله أنه مات صائما، معناه حسن الختام، يعني مات صائما إن شاء الله يبعث يوم القيامة صائما. وهذا يعلمنا عدم الحكم على أهل المعاصي. نعم عليك نور يا محمد صالح. نعم. بارك الله فيك. نتعلم عدم الحكم على أهل المعاصي. نشفق عليهم. والآية ربي قال في القرآن الكريم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما على بالناش نسأل الله حسن الختام. ندعو ربي أغيفك ربي شاء ثام ديتي صفراحا. أما السعد بوين يسعان ثام ديتي صفراحا ماشي ثنيس قراحا. طيب رجل كان يشرب الخمر ثم قال عنه الرسول إنه يحب الله ورسوله. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. يا سعد خفايا في الإنسان. سبحان الله سبحان الله. تلك التي تبرز عند الموت. الله أكبر. لذلك ربي كتب له بهذا حسن الختام قبلت روحه وهو صائم. نقول ربي يرحمه ويسع عليه. آمين إن شاء الله. أما الوصية نتاعو اللي خلاها وصية باطلة لا تنفذ. الوصايا اللي يخليوها الناس اللي ماتوا ماشي مادام مات عندها قيمة ونخافوا ما تخافي ما والو، لأن الوصية نديروها في ميزان الشريعة. ما قبل نفذ وما رفض أبطل. لذلك هو كي قال لك ما تتزوجيش وكذا إلى آخره. لا 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 لا، أنت عندك حق تتزوجي عادي. هو ربي يرحمه. والمرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. يحشر المرء مع من أحب. أنتم راكم تراضيين، اخترتوا بعضكم البعض في الدنيا، وإن شاء الله ربي يزوجكم في الآخرة.
وماشي يعني باش يزوجك في الآخرة لازم ما تزوجش في الدنيا، لا لا لا، الآخرة عندها أحكامها والدنيا لها أحكامها. هذا ما كان، ربي يحفظك إن شاء الله يا عزة، وطبقي ما استمعت إليه. إذا تلتقيه في الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله. أم محمد شيخنا، عن العدة التي هذه العجوز هي فيها، هل لها أن تزيد على العدة؟ ما فهمتهاش، عاودي برك. هي قالت كاين عجوز في العدة، تربط العدة، تسأل هل لها أن تزيد على أيام العدة؟ يعني تزيد أيامات تربط فيهم العدة؟ لا لا لا، هو ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شوف، خاصة حينما يذكر العدد في القرآن وفي السنة يحترم. إذا كان ربي مثلا قال اللي ما قدرش مثلا عنده كفارة يمين يطعم 10 مساكين، يتقيد بالعدد، ما يقولش نطعم 3 خاطر 3 يأكلوا بزاف، كما قال لي مرة واحد محمد صالح قال لنا أعطيتهم 3 هذون يأكلوا قد 15، ماشي غير هو يعتقد هكذا، ولكن لا، ذكر العدد 10. ربي قال في العدة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، معنى 4 أشهر و10 أيام وفقط من تاريخ وفاة زوجها، ولا تزيد بتمام العدة وبنهايتها انتهت عدتها وهي تتخلص منها تماما، ولا تزيد لا ساعة ولا يوم ولا يومين. شكرا دكتور. معنا مكالمات، معنا خديجة من الجلفة. نعم خديجة تفضلي. سؤالي على مريضة عنده رخصة مرض السكر. نعم. في الإفطار تاعو ربي عنده رخصة في الإفطار، هل يقدر معناتها خلاف الماكلة والشرب معناتها كما الدخان؟ عافاكم الله منه. يفطر على الدخان ولا كيف يعني؟ مش معناتها يفطر، هو عنده رخصة يفطر ويشرب دخان مع في نفس الوقت. هل يجوز لي ولا والو معناتها؟ نعم. سؤال ثاني واحد آخر على صلة الرحم، بارك لي يقطعها وخلاص. حكم من يقطع صلة الرحم؟ ايه حكم تاعو خاصة مع الوالدين. واضح إن شاء الله. شكرا يا خديجة، مع السلامة. إلى نور الهدى من عين تيموشنت. نور الهدى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يبارك فيك. محمد وكلكم. يبارك فيك يا نور الهدى. خويا السؤال الأول، هل يجوز هذه المبيدات تجوز في الصيام؟ والسؤال الثاني فيما يخص النوم على البطن، هل هو فعلا لا يجوز، هي نومة الشياطين؟ وفيما يخص السؤال الثالث، عندنا خويا دائما متشاجر مع الزوجة تاعه، دائما تقريبا يعني تدعي عليه كي يخرج تبقى غير تدعي عليه، من الصباح غير تدعي. وكاين سؤال رابع فيما يخص، يقول سبحانه وتعالى الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، يعني لازم كي تكون الفتاة طيبة يكتب لها زوج طيب. واضح سؤالك الأخير يا نور الهدى، شكرا جزيلا. نعم نكمل مع أم محمد. شيخ سعيد، الملابس اللي ربطت فيها العدة هل يجب عليها أن ترميها كما قال لها الناس؟ لا لا لا، هذه من المخالفات للشريعة الإسلامية، وهي أمور مبتدعة لا أصل لها في الدين، والإسلام هو المرجع وما عداه فلا قيمة له إلا إذا تعلق بأمر عرفي ينظم حياة الناس فيما لا نص فيه قطعي ثبوتا ودلالة. هذه ما تطبقش هذه الأمور، ما تسمعش الناس واش يقولوا، ما تديرهاش، خاطر هذه لا أصل لها في الدين. خديجة من الجلفة، الإنسان اللي عنده رخصة في الإفطار ويوصل هذه الرخصة بالشرب الدخان أو استعمال الشمة. والله الثنائي الخطير. نعم. الشمة والدخان. أولا اللي عنده رخصة بالإفطار طبعا خلاص مرخص له، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهو من أصحاب الأعذار ومعذور ويفطر بالسلام. ولكن الشرع يسمح بالإفطار من الحلال، وهذا حكم يجري سواء في رمضان ولا في غير رمضان، في رمضان لأصحاب الأعذار أو في غير رمضان للناس جميعا. أما موضوع شرب الدخان هذا موضوع آخر،
هذا موضوع آخر، حتى في أيام أخرى، في أيام شعبان ولا شوال ولا ذي القعدة ولا. فأنتم استمعتم إلى فتاوى خاصة بهذا الموضوع، كان من يحرمه تماما، خاصة الآن مع ما أثبته العلم الحديث من أضرار كثيرة جدا للسجائر للدخان. هذا واش نقول هذا لا يجوز، نقول لا يجوز، مضر بالصحة، مضر ويسبب الأمراض، ومما يسبب الأمراض. وربي قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنه من الخبائث وليس من الطيبات، وكان صرف الدخان نصنف ضمن الخبائث وربي سبحانه أحل الطيبات وحرم الخبائث. حكم قطع صلة الرحم خاصة مع الوالدين لا يجوز، والإثم أكبر مع الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ، وخاصة يتعلق الأمر بالوالدين، وخاصة وبوجه أخص إذا تعلق الأمر بالأم، والجنة تحت أقدام الأمهات. النوم على البطن هذه مخالف للسنة ومضر للصحة. نعم، ثبت ضرره طبيا وعلميا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النوم على الجنب الأيمن، قال هي ضجعة أهل النار. نعم، يعني في التنفير من هذه النوم. أخي دائما قالت يتخاصم مع زوجتي، عند خروجه من البيت تدعو عليه الله تعالى. يا لطيف. ضرب إذا كان أخوك ظالم لزوجته، إذا كان أخوك ظالما لزوجته، لازم انتم تنبهوا أخوكم يعني باش ما يوقف الظلم نتاعو. أتدرين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول في حديث آخر مهم، يقول اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. معنى ممكن هذا الزوجة نتاعو تدعي على أخوك ويعني وربي سبحانه يستجيب. ثم هذا من جهة، من جهة أخرى أنه هذه الزوجة تنصحها أيضا، تنصحها باش ما تكثرش من الدعوات وما تديرش الدعاء لزوجها، وتحاولوا كيفاش تعاونوا عليه إن شاء الله ربي يهديه باش ما يظلمها، هي ما تدعي له بدعوة الشر. الطيبون للطيبات، هل طيبة المرأة تجلب لها زوجا طيبا؟ إن شاء الله تعالى، ولله في أمره شؤون. نعم. يعني أحيانا يكون خلاف ذلك من باب الابتلاء، من باب الابتلاء. ثم أن الشريعة ترشدنا أيضا موضوع الكفاءة الذي يجب أن نهتم به أيضا، مراعاة الكفاءة. نعم. سؤال ورد إلينا الحين، هل صلاة الرجل مع زوجته في البيت بمثابة الجماعة؟ نعم، بمثابة الجماعة. وماذا بك الرجال ما يحرموش أهليهم من صلاة الجماعة، خاصة بالنسبة للنساء اللي ما يروحوش للمساجد، أحيانا يجي يصلي مع زوجته ويكون عنده أجر كبير إن شاء الله، عنده أجر الجماعة. يأخذ 27 درجة، يحظى وفي رواية 27 درجة، وفي رواية 29، وفي رواية 25. نأخذ 29 لأنها أكبر إن شاء الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ سعيد. نختم بدعوة طيبة إن شاء الله لنا ولإخواننا في هذا الشهر الكريم. تدعينا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين يا رب المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. دعاء جامع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولإخواننا في غزة إن شاء الله. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أرجع بيت المقدس إلى رحاب المسلمين. اللهم حرره من أيدي الصهاينة المعتدين كما حررته في يوم من الأيام من أيدي الصليبيين المعتدين. اللهم يا ربي ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارفع مقامهم. اللهم يا ربي انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. آمين. الحمد لله. آمين والحمد لله رب العالمين. شكرا الله لك دكتور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. هنيئا لكم بفطركم، وإلى الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.